لو بتدوري على طريقة فراشة يبقى شكلها مميز غير التقليدي وفي نفس الوقت ما تبقاش معقدة قوي، فالفيديو ده علشانك. يلا بينا مع بعض نعمل فراشة دي بالكروشيه التونسي. اول حاجة احنا محتاجين نعمل الدايرة السحرية. نزلت لكم فيديو ازاي نعملها بطريقتين مختلفين، ودي طريقة من الطريقتين واعتقد هي الاسهل شوية. اول حاجة هنعمل عقدة بداية ونرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وبعدين نقفل في اول سلسلة عملناها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وكده اتكونت معايا دايرة في النص، هي دي اللي انا هشتغل فيها. هعمل اول جزء للفراشة وهو عبارة عن ان انا هرتفع 8 سلاسل. ومش هشتغل على وش السلسلة، هشتغل على الظهر، على اللفة الخلفية اللي في الظهر دي. ولو حد مش عارف الكروشيه التونسي فهو عبارة عن ان انا باخد كذا لفة معايا على الابرة وبطلع منهم بالتدريج، وهنشوف مع بعض ازاي دلوقتي. هدخل من تحت اول لفة خالص اللي هي دي الاولى خالص، مش هفوتها زي الكروشيه العادي. تمام. وهاخد لفة من الخيط وهتفضل معايا على الابرة، وهاجي على اللي بعدها هعمل نفس الكلام، هدخل من تحتها وهاخد لفة من الخيط وهتفضل معايا على الابرة، واللي بعدها. كل دول هيفضلوا معايا على الابرة لحد ما اوصل لان انا يبقى معايا 8 لفات. انا دلوقتي معايا 5 6 7 8. تمام، انا كده بقى معايا 8 لفات على الابرة. اول ما يوصل ان انا معايا 8 لفات هدخل جوه الدايرة السحرية بتاعتي واخد لفة، وكده بقى معايا 9 لفات. هسحب بالخيط واطلع من 2، وبعدين هسحب الخيط تاني واطلع من 2، وهسحب الخيط تاني واطلع من 2، واكرر نفس العملية. واطلع من اخر 2 معايا، وكده يبقى اول جزء في الفراشة اتعمل. هي دي الطريقة اللي هنستخدمها في كل الفراشة، علشان كده انا بقول انها مناسبة قوي للمبتدئين. هشتغل على نفس المكان وهي اللفة الخلفية يا جماعة، اللي هو الجزء ده، هو ده اللي انا هشتغل عليه. تمام. هاجي عند اول لفة معايا واعمل فيها غرزة منزلقة. لو صعبة شوية اول لفة دي بنوسعها بإبرة التنظيف او بايدينا بس كده لحد ما الإبرة تعدي. ادخل من تحتها واعمل فيها غرزة منزلقة. تمام. واكمل بنفس الطريقة. اول واحدة بعد المنزلقة هدخل من تحتها واخلي اللفة معايا على الإبرة، والتانية والتالتة وهكذا لحد ما يتكون معايا 7 لفات على الإبرة. وهنا بعد ما تكون معايا 7 لفات على الإبرة هدخل في الدايرة السحرية واخد لفة، كده بقوا 8. هسحب الخيط واطلع من كل 2 مع بعض. لازم ناخد بالنا ان احنا بنطلع من 2 بس، مش اكتر من كده. وادي كده تاني سطر اتعمل معايا. تالت سطر هعمله بنفس الطريقة. عند اول واحدة هعمل منزلقة، واللي بعديها هكملها بنفس الطريقة. هدخل من تحت اول واحدة، هسحب الخيط وهيفضل معايا على الإبرة، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما يبقى معايا 6 لفات على الإبرة. وهنا بعد ما اتكون معايا 6 لفات هدخل جوه الدايرة السحرية واسحب لفة، هيبقى معايا 7 لفات في النهاية. هسحب الخيط واطلع من 2، وبعدين اسحبه تاني واطلع من 2، واسحبه تاني واطلع من 2، واسحبه واطلع من 2، واسحبه واطلع من 2 لحد لما اخلص السطر. ودلوقتي جه ان انا اعمل السطر الاخير، وطبعا هعمل منزلقة في الاول، في اول واحدة بس،
وهكمل بنفس الطريقة لحد ما يتكون معايا 5 لفات على الإبرة. هدخل من تحت أول غرزة بعد المنزلقة، هسحب الخيط وخليه معايا على الإبرة، والتانية اللي بعدها نفس الكلام، التالتة والأخيرة. وبعدين هدخل جوه الدايرة واسحب لفة كده، بقى معايا 6 لفات على الإبرة. هسحب الخيط واطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، وبعدين 2، وبعدين 2، وبعدين 2. وكده خلصنا اول جزء من الفراشة. تحسوا في النهاية ان هي ميكس ما بين الكروشيه والتريكو. نيجي لاخر خطوة في الجزئية دي، وهي ان انا هعمل غرزة منزلقة على المكان اللي انا كنت شغالة عليه. يعني الحتت اللي طالعة دي اللي هي اللفة الخلفية، يعني هعمل على كل واحدة منهم غرزة منزلقة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هدخل من تحت اول واحدة. الدخول من تحت اول واحدة صعب، فما تقلقوش مفيش حاجة غلط. هندخل من تحت اول واحدة بالشكل ده، وبعدين نسحب الخيط ونطلعه من الحلقة اللي معانا على الابرة. هكرر نفس الغرزة دي في اللفة الخلفية لحد ما اوصل لاخر السطر. وكده بعد ما وصلت لاخر السطر هعمل غرزة منزلقة في قلب الدايرة السحرية بالشكل ده. وكده ابقى خلصت اول جناح من جناحات الفراشة. الجزء الصغير من الفراشة بنبتدي فيه ب4 سلاسل زي كده. بنشتغل برضو على الظهر بتاعهم. هدخل من تحت اول واحدة، اول لفة في الظهر، تمام. وهسحب سحبة من الخيط وهيفضل معايا على الإبرة، وهيجي على اللي بعده وهعمل نفس الكلام. ادي كده 3 4. اول ما يتكون معايا 4 لفات على الإبرة هدخل جوه الدايرة السحرية وهاخد لفة كده، بقى معايا 5 لفات. وبعدين هسحب الخيط واطلع من 2، واسحب الخيط واطلع من 2، واسحب الخيط واطلع من 2، وبعدين اطلع من اخر 2. وبعدين هشتغل بنفس الطريقة على الجوانب دي. مش هعمل منزلقة ولا حاجة المرة دي هشتغل عادي. هدخل من تحت اللفة الخلفية واخد لفة معايا على الإبرة، واللي بعدها برضو هدخل من تحتها واخد لفة معايا على الإبرة، واللي بعدها نفس الكلام لحد ما تكون معايا 4 لفات. هدخل جوه الدايرة السحرية واخد لفة، يبقى كده معايا 5 لفات على الإبرة. هسحب الخيط واطلع من كل 2. وبعدين هعمل غرزة منزلقة على المكان اللي انا كنت شغالة عليه زي ما عملنا في الجزء اللي فات بالظبط. ادي كده 1، تاني غرزة منزلقة، تالت غرزة منزلقة معايا، والرابعة هعملها جوه الدايرة السحرية. وكده ابقى خلصت نص الفراشة الأول. أكتر حاجة ببقى متحمسة وأنا شغالاها لأن بجد نتيجتها تحفة. ودلوقتي هنعمل الجزء التاني الصغير بتاع الفراشة وهنرتفع له برضو 4 سلاسل. وهكرر نفس اللي أنا عملته في الجزء الصغير ده هنا تاني. هدخل من تحت السلسلة كده واسحب الخيط وهيفضل معايا على الإبرة، واللي بعدها برضو هدخل من تحتها واسحب الخيط ويفضل معايا على الإبرة، والرابعة برضو هسحب الخيط وهتفضل معايا على الإبرة. وهنا بعد ما تكون معايا 4 هدخل جوه الدايرة السحرية واسحبها، وكده بقى معايا 5. هطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، وبعدين اطلع من 2 واطلع من 2. وهكمل بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم في الجزء الصغير الأولاني. أنا كده عملت السطر الأول، هعمل سطر تاني بنفس الشكل وبعدين منزلقة وخلاص. وهنا بعد ما خلصت الجزئين الصغيرين بنفس الطريقة بالظبط، جاي الوقت ان انا اعمل الجزء الاخير. هرتفع في الاول 5 سلاسل، وبعدين هشتغل على الظهر زي ما اتعودنا. هدخل من تحت اول واحدة واسحب الخيط بالشكل ده وهيفضل معايا على الابرة. هفضل اشتغل بالطريقة دي لحد ما يتكون معايا 5 لفات على الابرة. دي كده 4 5. اول ما يكون معايا 5 هدخل جوه الدايرة السحرية واخد لفة معايا كده بقوا 6،
وبعدين هسحب الخيط واطلع من 2 2. وهنا بعد ما طلعت من اخر 2 هعمل سلسلة واحدة. تمام، لان انا عايزة اكبر الدراع فهعمل سلسلة واحدة، وهشتغل على ظهر السلسلة دي. يعني اول واحدة هتكون ظهر السلسلة دي، يعني السلسلة دي انا بشتغل عليها على ظهرها زيها زي الباقي. تمام، اخدت منها لفة وخليتها معايا على الابرة، والتانية اخدت لفة وفضلت معايا على الابرة، وهكذا لحد ما يتكون معايا 6 لفات على الابرة. دي كده 5 6. تمام، هدخل جوه الدايرة السحرية وهاخد لفة، هيبقوا 7 بالشكل ده. اخدت لفة من الخيط وهطلع من 2 2 زي ما اتعودنا طول الفراشة. وهنا بعد ما اطلع من اخر 2 هعمل سلسلة عشان السطر التالت، وهشتغل بنفس الطريقة. هدخل من ظهر السلسلة اللي انا عملتها دلوقتي دي، هتبقى اول غرزة من ظهر السلسلة دي، وزي ما اتعودنا هدخل في ظهر كل سلسلة واخد لفة، واللفة هتفضل معايا على الابرة لحد ما يتكون معايا 7 لفات على الابرة. هنا بعد ما اتكون معايا 7 لفات على الابرة هدخل جوه الدايرة السحرية واخد لفة، هيبقى معايا 8 لفات على الابرة. هسحب الخيط واطلع من 2 2 زي ما اتعودنا قبل كده. بعد ما طلعت من اخر 2 وعلشان اعمل اخر سطر هرتفع السلسلة. تمام، وهدخل من تحت السلسلة من ظهر السلسلة اللي احنا عملناها دي، اللي هو الجزء ده، واخد لفة معايا على الابرة، وادخل على الجزء اللي بعده واخد لفة معايا على الابرة، واللي بعده، وهكذا لحد ما يتكون معايا 8 لفات على الابرة. وهنا بعد ما اتأكدت ان معايا 8 لفات على الابرة دخلت في نص الدايرة السحرية واخدت اللفة التاسعة، فبقى معايا 9 لفات. هسحب الخيط واطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، وبعدين 2، وهكذا هفضل اطلع من 2 2 لحد ما اوصل للنهاية. وكده يبقى خلص معانا الجزء الاخير من الفراشة. باقي اخر لمسة، وهي ان احنا نعمل غرزة منزلقة على الحرف ده. كل الغرز اللي انا بشاور عليها اللي هو المكان اللي احنا كنا شغالين عليه عادي، اللي هو ظهر السلاسل، هندخل تحت كل واحدة ونعمل غرزة منزلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدخل من تحتها، اسحب الخيط واسحب الحلقة دي من الحلقة اللي معايا على الابرة. تاني ادخل من تحتها، اسحب الخيط واطلعها من الحلقة اللي معايا على الابرة لحد النهاية. وبعد ما اعمل غرزة منزلقة فيهم كلهم بعمل اخر غرزة منزلقة معايا جوه الدايرة السحرية بالشكل ده. وكده تبقى الفراشة كلها خلصت معايا، نتيجتها تحفة. دلوقتي هنقص الخيط ونشده لبره كده بالشكل ده، وبعدين ندخل الإبرة من الناحية التانية من الدايرة السحرية ونشد الخيط ده لتحت كده بالظبط، وبعدين نقلب الفراشة ونشد الخيط القصير اللي هو بتاع الدايرة السحرية جامد قوي. وبالمناسبة الخيط ده احنا بنشتغل عليه، يعني طول ما انا شغالة هو كان متداري تحت الشغل معايا. وكده بعد ما قفلت الدايرة اللي في النص كويس قوي ابتدى يبان شكل الفراشة اكتر واكتر. عايزين ننضف بقى الخيطين القصيرين اللي ورا دول، ممكن تنضفوهم بإبرة تنظيف، بس الطريقة الأسهل إن احنا نربطهم في بعض ربطتين كده، يعني عقدة أو 2 عشان نتأكد إن هي مش هتفك تاني. بعد لما نعملها كذا عقدة نقدر نداريها بعد كده بإبرة التنظيف يعني.
يعني لو مش حابة انك تسيبي شكل الربطة كده من الظهر عادي، ممكن تداريها وممكن تسيبيها، في كل الحالتين هي اصلا مش هتبان. انا هقصه. وكده تبقى الفراشة خلصت معانا، تقدري تسيبيها بالشكل ده وتقدري تحطي لها اللمسة الأخيرة اللي أنا بحبها بقى. نجيب أي خيط أي لون انتي عايزاه، سواء لون أبيض أو لون أسود. كل الفراشات اللي ورا عملتها باللون الأبيض، ودي هنا هعملها بالخيط الأسود. جبت الخيط الأسود وحطيته على الفراشة كده، وبعدين هربطه من فوق. حاولي انك تخلي الربطة لورا شوية، يعني الربطة ما تبقاش باينة قدام. عقدة أو عقدتين فوق بعض عشان الخيط ما يفكش. وبعد ما ربطنا جامد نقص الخيط. قصي عند اي طول انت عايزاه، عايز تخليها طويله خليها، عايز تخليها قصيره زي ما انا عملت براحتك. وبس كده تبقى الفراشه خلصت معانا. وبس كده، اكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات التانية اللي نفسكم تتعلموها عشان نعملها مع بعض، ولو نفذتوها بالفعل سيبولي صوره في الكومنتس عشان بحب اشوف انجازاتكم. لينك اليوتيوب في البايو للمبتدئين، ولايك وفولو عشان يوصل لكم مني كل جديد.